ماما خلصت السمك. خلينا السمك خلاص. السمك. بصوا السمك اهو. هيعرف يبانوا ولا لا؟ والسلطة سلطة. والعيش. والعيش. العيش ما شاء الله النهارده جميل خالص خالص خالص. ده العيش التومين، يعني عيش التومين. ايه عيش التومين ده؟ عيش البطاقة. عيش البطاقة. هفتح العيش كده زي ما بيقولوا. وما تنسيش تتفرجي لي على الفيديو بتاعي وتفعلي لي زر الجرس وتفرجي لي على اعلانات نوبك سوفي. اعلان واحد او اعلان اتنين او اعلان تلاتة. وتعالوا اعملوا لايك واشتراك لماما وليا انا. ثبت لكم اللينك ان شاء الله. يلا نستودعكم الله. لا تعالوا معانا بقى بقيه الفيديو اتفرجوا، بنحكي مع بعض، بحكي حاجات حلوه كده وكده اهوت، واتفرجوا انتصار. باي باي. وما ننساش وعد ربنا. ضحكت فبشرناها. باي باي. عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الرضا عليكم. يصبحنا يصبحكم ربنا يا رب بنعيم الله. يا رب يجعل أيامكم كلها رضا، يا رب يجعل أيامكم كلها فرح وسرور وهنا إن شاء الله يا رب. نصلي على النبي وما ننساش نوحد الله دايما. أنا رايحة دلوقتي، طبعا مش عارفة أبص عشان أنا برا في الجنينة. رايحة دلوقتي بإذن الله هجيب سمك، فتعالوا معايا هجيب سمك وهنتبله مع بعض ونعمله فيديو عادي زي فيديوهات انتصار. انا بوريكم يومياتي انا وابني بنروح فين وبنيجي فين، فضلا وليس امرا. اللي يدخل عندي يشترك عندي ويفعل لي زر الجرس عشان تساعدوني في الحياة ونساعد بعض يا رب. نصلي على الحبيب وعليه افضل الصلاة والسلام. متنسوش تشتركوا عندي في القناة. انا يوميات بديلة وشرف ليا والله. باي باي. هرجع لكم تاني. السلام عليكم. ولا ايه؟ خلاص انا جبت بصي اهي بصل اخضر بسمك وهروح البيت ان شاء الله. اظبط ونرجع لكم تاني. باي باي. ليمون من الشجر. بصوا يا جماعه الورق، عشان خاطر طبعا الايام دي الخريف بيقع على الشجر. احنا معرفش بدأنا في الشتاء ولا في الخريف، بس شوفوا كمية الورق قد ايه. فراح اجيب ليمون من الشجر وراح اجيب توم عشان احنا شايلين التوم هنا. واستاذ هاني اهو. صباح الخير يا روحي. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا ماما. فين بقى القطة بتاعتك اللي قلت لي ماتت ومش ماتت؟ قطتك ما ماتتش ولا حاجة، ما فيش. هما كانوا بيتخانقوا مع بعض عادي. بس يلا نجيب توم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الليمون. هاني جاب التوم وانا هجيب الليمون. وهو واقع في الارض. بصوا يا جماعه يعني ماشي. طبعا انا مش هقدر ادخل الشوك ده. وطي كمان. وطي عليه. بس كويسين دول خلاص. كويسين دول. توم التسوم. يلا روحي. السلام عليكم ورحمة الله. علي صوتك عشان يسمعوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين واحلى ناس واحلى جمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الدنيا عاملة معاكم ايه؟ نصلي على النبي الاول عليه الصلاة ونستغفر الله. طبعا ده سمك. السمك هنعمله التوابل. هنحط له عليه التوابل لسه. انا جايبه سمكتين بس السمكه كبيره، يعني السمكه مش على قدنا، على قد الغداء انا وامي وابني. ماشي. والثوم لسه هقشره، لان انا بالنسبه لي يا جماعه السمك لازم يتدقله. ما اعرفش نظام الكبه بتاعتكم دي، الجيل اللي طالع ده اللي هو نظام لازم الكبه ده، لا هو الهون دج 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 كده. والثوم هقشره. وانا ما لقيتش عندي الا قرن فلفل واحد تمام وحلو ورضا، يعني هشتري ان شاء الله. رضا من ربنا. والليمون. وهعمل معاكم ايه. بصوا دي ازازه هاني بتاعه المدرسه، طبعا انا جبت له واحده تانية. ماشي. روح وريهم الازازه بتاعتك الجديده.
علشان دي حطيتها في الفريزر، بحطها لهم من بالليل عشان تبقى الميه ساقعه، فشقت من هنا. مع انها والله اديداس يعني، واديداس الاصلي مش تقليد ولا كده. المهم فشقت، فطبعا مش هرميها، هي كده كده البتاعه دي حلوه. فهعمل ايه بقى؟ جبت بقى الكزبره، قلت ان انا هي طبعا فاضيه وناشفه. ازازة جديدة. فانا بشتري الكزبره مطحونه. انا لما بشتريها مطحونه بتبقى بتروق، وبتبقى يعني اروق ليا انا مش عارفه اجمع ليه. ونصلي على النبي الاول. شفتوا ازازه هاني الجديده؟ تانك الاصلي برضه. ودي الحملة بتاعت المية. ايه، ابو يوسف لحمه، مش عايزين منه حاجه. فايه هنعمل ايه؟ بصوا، هعبيها بقى. انا قلت بس تبقى ايه بتاع التوابل معتبره. هفصل ورقه، لو اتصل تاني هفصل ورقه. علينا الراجل. اللي هو خلاص احنا مش هنقول اسماء ولا خلاص. عمو خلاص. نقول عمو مثلا. عمو مثلا. ادينا بنفصص التوم مع بعض ونحكي ونقول الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبقدر حبك فيه وبجاهك فرج عنا ما نحن فيه. اعمل كده عشان تبان، وقول يا روحي انا بعوج كده عشان ابين ابني يا جماعة. بس عايزة اقول لكم ان انا عارفين يا جماعة، الإنسان المحترم والطيب واللي هو تلاقي نفسه عفيفة جدا، تصعب عليه نفسه من أي حاجة، من أتفه الأسباب. مش بيبقى إن هو حساس زيادة عن اللزوم، لا، الإنسان اللي هو إيه، الطيب اللي زي حالاتي كده، تلتفت تلاقيه. يعني أنا بتعامل مع كل الناس بإخلاص، خلاص بلاش إخلاص دي، بتعامل مع كل الناس بصدق. فليه الناس تتعامل بمكر وخبث ومكر وحوط؟ ليه ما نبقاش كويسين مع بعض؟ ليه ما نستغفرش الله دايما؟ وما هو ان انت تستغفر ربنا مش بس بالكلمه، ان انت تستغفر ربنا في ان انت تعمل معصيه، وان انت تقول كلمه اللي قصادك ممكن يفهمها بطريقه غلط. ان احنا نكون رحمين ببعض يا جماعه. انا حياتي كلها 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 وان شاء الله هفضل كده طول عمري، واضحه وصريحه ومحترمه جدا ومخلصه. ما اعرفش اللوع، ما اعرفش المكر، ما اعرفش ان انا اقول كلمة وانا في نيتي كلمة تانية عشان اضايق الشخص اللي قصادي. مش انا الشخصية دي، اخاف انا اصلا، يعني انا بعامل ربنا مش بعامل حد تاني. ف ف ثواني وارجع لكم معلش. بس طبعا انا بحب احكي معاكم في كل حاجة، في تفاصيل حياتي. انا الفتره بتجيلي فترات كده، وفي حياه كل بني ادم بتجيله فترات، مش ان هو فاقد الثقه في اللي حواليه، لا، معدومه الثقه في اللي حواليه من كتر الخذلان اللي هو شافه في حياته. بس دايما بيستغفر ربنا، وكلنا بنبقى ايه يا عمي. انا بحكي معاكم في ايه؟ شوفوا احلى بني ادم، ذاكره زهايمر يا جدعان. ماما عايزة ذاكره، بمناسبه السمك، ذاكره السمك والله. ماما عايزة تحكي معاك وتفضفض معاكم. عايزه اقول لكم على حاجه كمان يا جماعه، يعني ندخل من الطاقات اللي هي دي ونروح للطاقات اللي هي دي، وهتقولوا لي هي الطاقات دي وايه هي الطاقات دي. هقول لكم صلي على النبي الطاقات اللي عليه الصلاه والسلام يا روحي. هاني بقى، انا عاجبني هاني جدا 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 يا جماعه. هاني ما شاء الله عليه المستوى. بصوا هقول لكم على ايه، يعني نط كده نط واحده، شاطر جدا. والخط يا خرابي على الخط بقى، خطه ما اقولكوش. والمستر العربي اداني 10 من 10 و3 نجوم. اداله 10 من 10. هو المستر بتاعه الاول الحصه اللي قبل دي يعني اتضايق منه. هو طبعا بيحاول ان هو يرفع من مستواه مش بيقلل منه. فعمل ايه؟ ما كانش عاجبه المستوى بتاعه، وهو بيقول لي لا وهو هاني كويس. الاول بصوا
عبيت البتاع، عبيت الكزبره زي ما قلت لكم في البتاع، عبيت الكزبره فيها، نفضي كده نكب وايه، وتبقى جميله حكايه. فبقول لكم، فالمستر بتاعه ايه بقى، هاتي يا روحي كفايه. المستر بتاعه اداله 10 من 10 وثلاث نجوم. اداله 10 المره دي، اداله 10 من 10 وثلاث. ايه اللي حصل بقى؟ قعد يقول له على حاجات يعني مش تمام يعني، فراح كاتب له في البتاع بتاعه في الكتاب 0 من 0 ومشي. وابني بقى بعد ما مشي المستر يعيط ويعيط، وخاله يقول له يا ابني اهدى، ما فيش حاجه اسمها 0 من 0، اكيد الراجل ده عامل لك توقيع. بس اخد الاسبوع كله عشان هو خد 0 من 0 يكتب ويحسن في خطه، يكتب ويحسن في خطه، ويحفظ 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 ويحفظ. جه المستر فهو جه قال لي تعالي بقى قولي للمستر انت ليه مدي هاني ابني 0 من 0. فدخلت المستر السلام عليكم يا مستر ازي حضرتك، وبس انا هستأذنك هو هاني واخد 0 من 0. فقعد يضحك، راح قال لي انا عملتها فيكم، وبيهزر معايا برضه. فقال لي انا كنت بهزر معاه عشان اشد عليه، لكن اصلا انا عامل 0 من 0 عشان يكتبها له ايه 10 من 10. قال لي المره الجايه، قال لي لان هو كله صح، بس مشكلته في الخط. هو بيقول لي يا ام يوسف، لان انا في البيت بناديه دايما بيوسف، قال لي بس مشكلته يا ام يوسف ان هو الخط بتاعه كبير وده غلط. قلت له هو الاسبوع اللي فات فضلنا نحسن في خطنا وناخد كورسات تحسين خط، تحسين خط، وهيكتب. فقال لي هنشوف. فكتب معاه. فبعد ما مشي بشوف الكراسة، فرحت لقيته مديله بقى ايه سطر نجوم كده وسطر عشرات كده. فطبعا هو اتبسط هاني وبس. وهي دي حكايتي مع هاني والبتاع. حط بقى، حطوا كزبرة. طبعا انا بحط كزبره للسمك يا جماعه، كل واحد حر يعني. ماشي بس كفايه. انت ادق بقى. لا اما نجيب الكمون، اصبر. وزي ما قلت لكم انا بجيب التوابل بتاعتي بجيبها مطحونه. ماشي. ده الكمون، ده فلفل اسود، بس مش عارفه ليه الفلفل الاسود لونه فاتح كده. ماشي. ده الكمون مطحون، هجيبه واحطه في البتاع بتاعته. بتاع بصوا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ولا اطول؟ انتوا شكلكم بتقولوا لي طولي. هو مطول الفيديو. المهم انا زي ما قلت لكم دي ازازه هاني كانت بتاعه الميه، فاتعملت جيت حطيتها عشان تتلج، راحت اتشقت من هنا من التلج، فهرميها مش هرميها، رحت حطيت فيها الكزبره المطحونه. وده السمك بتاعي، السمك جبت سمكتين حلوين على قدنا وعلى قد الغدا. ماشي. حلوين خالص والله، رضا من ربنا الحمد لله. حلو رضا من ربنا الحمد ماشي. لله. دول رش عليهم ملح ومسوكاهم من جوه السمكه بملح ومشرحهم بملح. بصوا بعد ما رشيت بملح عشان بس والله لان الحاجات دي فعلا بتختلف في الاكل. حبيبتي روحي بصوا نزلت ميه، لو انتوا شايفين بصوا الميه اللي نزلتها قد ايه. الميه دي هغسله تاني. ماشي السمك يا روحي. حبيبتي ماما ممكن تصوريني؟ صورك يا حبيبي، صورك يا كده هتصور. طب ليه اعمل ايدك؟ اعمل لهم لايك. ايوه كده يا روحي. ماشي. فدي هفضي الميه دي تاني واغسل السمك وارجع ايه اتبله. بس هجيب الحاجات اللي هحط فيها الحاجات بتاعتي، الفلفل والحاجات البهارات يعني. مش عارفه اجمع ليه، وانا لما ببقى معاكم كده بحس ان انا الكلام ضايع ولا انا اصلا عندي الكلام ضايع. المهم ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونوحد الله ونستغفر الله دايما، ونتمنى لغيرك الخير عشان يوصل لك الخير. هاني بيدق. انا حطيت التوابل خلاص في الحاجات بتاعتها. هاني بيدق لي. هنحط الملح بقى. اسم الله. اوعى حطي ملح. عندي هاني يقول على الملح ملح، لغة عربية. ملح. ملح. ملح.
طب هنك على حاجة. الملح لام شمسية ولا قمرية؟ ها ركز. لا ازاي؟ قمرية، لان ظهرت اللام بقول الملح، لكن اللام الشمسية ما تظهرش لما نيجي اقول الشمس، ما بنتش اللام. غلط. هرجع. والله العظيم احسن 2 ممكن تقابلهم على الكوكب الكرة الارضية. ما تدقي بقى يا شيخة. ايه ده؟ انا غالبين الواد هاني بيدق. انا حطيت التوابل خلاص في الحاجات بتاعتها. هاني بيدق لي. هنحط الملح بقى. اسمعنا. اوعى ملح. عندي هاني يقول على الملح ملح، لغة عربية. ملح. طب هنك على حاجة. الملح لام شمسية ولا قمرية؟ ها ركز. لا ازاي؟ قمرية، لان ظهرت اللام بقول الملح، لكن اللام الشمسية ما تظهرش لما نيجي اقول الشمس، ما بنتش اللام. غلط. هرجع. والله العظيم احسن 2 ممكن تقابلهم على الكوكب الكرة الارضية. ما تدقي بقى يا شيخة. ايه ده؟ انا غالبين الواد. بصوا يا جماعة، عشان خاطر انا السمك هقليها كلها، فطبعا هقليها في الصينية ديت، احط فيها زيت وهقليها فيها. هتقولوا لي مش قصتني، ما تقلي. اقول لكم اللي بقول لكم. اللي انا هعمله. طب مش انا بشارككم يومي؟ هتقولي ما حدش فينا هيقول كده، بس اقلي وخلصينا. برضه هرخم عليكم. طبعا انا ما عنديش في الثلاجه خيار للسلطه، فدي قته جميله على فكره، عادي جدا. قته جميله. وبصل. طبعا انا بحط عروق البصل دي مش برميها. بنضف البصل معاكم. ماما عملت السمك. ماما تبلت السمك. وعدى وقت يعني انا القته بالطماطم. هنعمل احلى طبق سلطه في الكوكب. طبعا العروق الاخيره دي تبقى مصممه على الفاضي. هتقولي ايه؟ نسيت اقول لكم ان احنا جبنا بصل اخضر. كيلو ب20 جنيه. شفتوا اصغر شيف؟ شفتوا اجمل شيف؟ تعالوا تاني. شاطر. انا دقيت الطماطم. دقيت الطماطم. توم. دقيت الثوم. يلا هنبدأ نتوم مع بعض السمك. نكتر كده ونستغفر الله يا جماعة، ونسمي الله دايما، وندعي لنا بصلاح الحال كلنا. بصوا من جوه السمك، بصوا نضيف ازاي زي الفل. بصوا دي مش سواد في البتاع دي الحته. هات يا روحي حبيبي ولد. في واحده بتقولي في التعليقات احلى حاجه ان انتي وهاني تحس ان انتوا توأم ملتصق. تعبيرها عجبني قوي والله العظيم.
ماما دعكي. دعكوا يا اخويا، وانت نعمل لك احلى سمك واحلى رز بالسمك. هات. وهتعملي لي سندوتش سمك. عشان هاني بيحب افصصهوله واعمل له سندوتش. هات يا ابني، بترمي فين؟ طب اوعى بقى كده عشان اعمل. بس روح اغسل ايدك بقى من الحمام بالصابون والديتول. بصوا هنا بيبقى فيه في الهون شوية توم، دول بخليهم واحط عليهم حبة خل وليمون وملح، ويبقى اللي هو الدرسنج بتاع السلطة. بس كده هون نسيبهم بقى يعيشوا مع نفسهم قيمة نص ساعة على الأقل كده، وبعد كده أنا هبوريكم بقى بعد القلي. انتوا كده عارفين بيتقلي ازاي. أمان عليكم النبي، اللي يشوف يوصل معايا لحد هنا يفعل لي زر الجرس ويشترك لي عندي واتفرجوا لي على فيديوهاتي وعلى اعلاناتي. المحتوى بتاعي يكاد يكون دلوقتي 130 متابع. دول اكيد يا جماعة مش هيجيبوا عندي اي ارباح. انا من فضلكم تابعوني واتفرجوا لي على اعلانات، ويا ريت اللي يشوف الفيديو لازم على الاقل تتفرجي دقيقة او دقيقتين او 3 عشان الفيديو يسمع لغيرك، ولايكك وجميل وربنا يرضيكي. انا عارفه ان في ناس كتيره جدا 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 في الدنيا نفسها في امنيه حلوه، ربنا يبل ريقك بالامنيه دي وتتمني امنيه تاني وربنا يرضيكي فيها، وتاني وتاني. اعملوا لايك لماما وليا انا. ولي ماشي. انا سبتكم اللينك بتاعي. ماشي. وهرجع لكم تاني بعد ما نكون قلينا السمك وعملنا السلطه. انا مش هعمل رز ما اكذبش عليكم، لان انا جايبه عيش طازه فحرام يعني. الرز هخليه لبكره نعمل جنبه اي حاجه.